في واحد زمان كان بيضيع وقته في أي حاجة، كورة، أفلام، سهر، ولا ليه هدف ولا عارف هو عايز إيه من الدنيا أصلا. النهاردة نفس الشخص ده بقى بيأثر في ملايين ومحبوب من الناس كلها. الراجل ده هو أحمد الشقيري. تعال أقولك حكايته. الشقيري ما كانش دايما هو النموذج اللي انت بتشوفه دلوقتي. ده كان شاب عادي جدا عايش حياته بالطول وبالعرض، وما كانش ولا ملتزم دينيا ولا حتى فكريا. يعني بالعربي كده كان عايش وخلاص. بس جه وقت ووقف مع نفسه وسأل السؤال اللي بيقلب حياة ناس كتير: أنا بعمل إيه وأنا عايز إيه؟ من اللحظة دي بدأت رحلة التغيير. الشقيري بدأ يقرأ ويفكر ويدون، ابتدى يراجع نفسه في كل حاجة، تصرفاته، في كلامه، في طريقته، حتى علاقته بربنا. ابتدى يشتغل على نفسه واحدة واحدة لحد ما تحول من شخص عادي لشخص بيعلم الناس وبيوعيهم. برنامج خواطر اللي كان بيقدمه الشقيري ما كانش برنامج وخلاص، ده كان مراية بيورينا احنا فين وازاي نكون احسن، من غير ما يعقدنا ومن غير ما يحسسنا ان احنا قليلين. الشقيري كان دايما يقولك ابدأ بنفسك، ولو كل واحد ركز في نفسه الدنيا كلها هتتغير. كلنا ممكن نغلط، كلنا ممكن نضيع وقت، بس الأهم إنك تفوق وتبدأ. مش مهم إنك تكون مثالي، المهم إنك تبدأ تتحرك حتى ولو لخطوة واحدة.